نداء عاجل لكل المخرجين والمنتجين، أحمد مكي ممثل أكشن صرف. الطريق لسه في أوله، دي معركة واحدة في حرب طويلة وبادية من زمان. هو مش مجرد ممثل ولا مجرد كوميدي ولا مجرد مغني. انت مين؟ أنا الكبير. أحمد مكي هو عارفين شخصية فنية نادرة جدا دخل قلوب الناس بدون وسيط، وأثبت إن الموهبة الحقيقية تفرض نفسها حتى لو اتأخرت شوية. النهاردة نعرف ليه أحمد مكي مش مجرد نجم، لكنه فنان اتولد عشان يغير شكل التمثيل العربي كله، وهل فعلا ظلم نفسه بسبب مسلسل كبير قوي؟ ودي كانت انطلاقة لأحمد مكي. ومكي كده جاب آخره في التمثيل وما يقدرش يفاجئ جمهوره بأي نوع جديد من الشخصيات. الرياكت النهاردة يا ابن خالتي فيه تفاصيل كتير جدا، وحرفيا هيعجبك أوي 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 عشان هتعرف أسرار لمكي أول مرة تعرفها في حياتك. عاوزك بقى يا ابن خالتي تجيب حاجة حلوة كده تشربها أو تاكلها وتكمل معايا الرياكت لحد الآخر، ولايك حلو منك واشتراك لو انت أول مرة تشوفني. وخليك فاكر إن التباع بيقدم محتوى فاخر من الاخر. مش هقولك بقى يا جدع بقى تعملي لايك ولا اشتراك ولا شير، عشان عارف ان انت ابن اصول وهتكبر بخطوة ومش هتزعلني. الله بقى يا جدعان بقى عايزين نوصل 4000 اخ واخت بقى يا جدعان، عشان نبقى بس كده متفقين يا ابن خالتي. احمد مكي عالم كبير قوي، لو هنتكلم عن كل تفاصيل حياة الراجل ده يبقى عايزين نتكلم في خبرة اكتر من 30 سنة، من بداية اعلاناته في شركة الاتصالات لحد مسلسل الغاوي 2025. يعني عايزين فيديو كده بالصلاة على النبي كده 48 ساعة عشان ندرس ونحلل تاريخ مكي من مخرج لممثل لمغني راب. الموضوع كبير جدا. بونسوار ميزامي. هنقسم الموضوع لأجزاء، بس أهم حاجة إنك أنت تشترك معايا. ولو الفيديو ده يا جدعان جاب 100 لايك تمام، وعد مني هنزل لك فيديو لحياة أحمد مكي. بص كل حاجة هتعرفها عن مكي. طب مين هو مكي يا ابن خالتي، وازاي قدر يفاجئ الوطن العربي من شخص قادر يعمل اكتر من شخصية في مسلسل الكبير، وقدر بفضل الله يوصله 8 مواسم. بقى ايه ده؟ عريس؟ امال الطبالة يلبس ايه؟ ايه الشرير جو؟ انا داي انتقم منكم واسرقكم وانهبكم وانهشكم، انا كل حاجه في حياتكم يا مزرطه. مواسم، وكل موسم الناس حرفيا بتستناه من رمضان لرمضان اللي بعده. بس العالم اتغير يا ابن خالتي، الناس دلوقتي ما بقتش زي 2010. الناس دلوقتي لو شافت فيلم جديد مش هتقدر تتفرج عليه مرة تانية، الناس هتمل. شوف انت بقى الجنون انك انت توصل مسلسل 8 مواسم والناس ما تملش منه. والله يا جدعان ده حرفيا جنون 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 بشكل. انا عايز اسأل سؤال بجد، توافقني او تختلف معايا؟ انا مش شايف احمد مكي في الكوميدي. الراجل ده حرفيا يا جدعان جامد جدا في الاكشن، ويقدر يعمل حاجات حرفيا هتكسر الانتاج العربي كله. لو مش مصدق تعالى اوريك. الطريق لسه في أوله، دي معركة واحدة في حرب طويلة وبادية من زمان. البلد كلها من كبرها لازم. فيلم لا تراجع ولا استسلام 2010، الاختيار رجال الظل 2021، غاوي 2025. كل دي الأعمال تقدر تقولك إن الراجل ده جامد جدا 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 في الأكشن. هيطلع بقى واحد دلوقتي كده برغوتة هيقول لي يعني هو احمد مكي وحش في الكوميديا؟ يا برغوتة قصدي يا صاحبي، الفكرة وما فيها إن الراجل ده لو احنا هنقسمها معادلة، الراجل ده 30% كوميدي و 70% اكشن صرف. الراجل ده يا جدعان حرفيا لازم يغير جلده. لازم الناس، انا واحد من الناس شايف مكي تمام في ادوار الاكشن، ادوار جريمه، ادوار الضابط. يعني شفت الاختيار كان عامل ازاي، حرفيا كان مكسر الدنيا، فورمه وجسم يخرب بيت الجمدان. ايه يا عم ده؟ حتى مسلسل الغاوي تمام حرفيا مسلسل جامد جدا. لو انت ما شفتوش عرفت قلب الكومنتات ممكن اعمل لك عليه ملخص جامد جدا. والراجل ده حرفيا جامد جدا. الراجل ده يا جدعان عالم يتدرس. الراجل ده المفروض يا جدعان والله العظيم يتدرس في المعاهد، مش كده؟ وانا ديني هو يا جدعان بقولها من قناتي التباع يالا. نداء عاجل لكل المخرجين والمنتجين، احمد مكي ممثل اكشن صرف. وانا بقى عملت حاجه مجنونه، دخلت الشات GPT
قلت له يا عم شات جي بي تي تعرف احمد مكي؟ عارفه ده انا حافظه صم. وعملت محادثه بيني انا وشات جي بي تي، تمام. وشات جي بي تي قال لي ايه بقى؟ قال لي يا باشا احمد مكي ده احسن ادوار ليه، تمام. ايه ده؟ ادوار الجريمه، الضباط، تاجر مخدرات. فعلا الراجل يا جدعان هيئته، يعني بص اسلوبه وكلامه والاكتر بتاعه جامد جدا. يعني اعمل ايه تاني بقى؟ سالت لك شات جي بي تي اجيب انا كده ناقص لي كده اسال لك كائنات فضائيه عشان اثبت لك ان الراجل ده ممثل اكشن صرف. واحد ذكي بقى هنا يسالني سؤال حلو قوي، طب هو ليه احمد مكي ما يمثلش اكشن على طول؟ بص سؤالك ده يعجز عليه الرد، وحرفيا انت فكرت في السؤال ده من مكان انا مش عايز بصراحه ربنا اقول انت فكرت منين. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. تسرح لي بالي. بص يا سيدي صلي على النبي في قلبك كده يا ابن خالتي، انت اصلا عارف ان الافلام بيتصرف عليها كام؟ يعني ده بس كبدايه بس، او الافلام بتحصل ازاي؟ انت ايه اصلا ايه اللي انت تعرفه اصلا عن عالم الافلام غير انك انت بتقعد على المرتبه بتاعتك وتتفرج على الفيلم ومعاك طبق الفشار اللذيذ وخلاص كده؟ ده اللي انت عارفه يا جدعان. انتاج اي فيلم عربي او اجنبي حرفيا في ميزانيه ضخمه جدا بتدفع على الفيلم ده، الموضوع مش بالساهل. يعني بص انا اقول لك انا حاجه، انا عايزك بس تعد معايا. اول حاجه كده بالصلاه على النبي، تمام، عندك تأجير الاماكن الاستوديو اللي انت بتصور فيه، تمام. دي نقطه. تاني نقطه عندك المعدات من تصوير بقى وعربيات بقى وكل الكلام ده، دي نقطه. تالت نقطه عندك تأجير الكاميرات دي يا جدعان غاليه جدا، الموضوع مش سهل. اصلا الفيلم اللي انت بتشوفه ده في ساعه ونص، الفيلم ده ممكن يقعد بالثلاث شهور بيتصوروا فيه غير الاماكن اللي بيسافروا فيها. طب انا اقول لك حاجه، تعرف انت فيلم كيرة والجن؟ الفيلم ده اتعمل 2022، انت عارف ان الفيلم ده اتصرف عليه ميزانية قد ايه؟ 100 مليون جنيه. متخيل الرقم؟ 100 مليون جنيه من الممثل الفشيخ اللي معاه الرقم ده، تمام. حتى لو الممثل اللي معاه الرقم ده هل هو هيغامر بيه ويحط الفيلم؟ طب ما ممكن الفيلم يفشل، معاد اي حاجه في الدنيا ممكن تنجح وممكن تفشل، تمام. يبقى كده كل حاجه راح صح؟ لا يا جدعان الموضوع مش بيتم كده. الموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع عامل انا شايف الموضوع عامل زي ايه؟ عامل زي المدرب اللي بيكون في الكوره بيقسم اللعيبه في الملعب. ازاي؟ انت عندك الفيلم عشان يتعمل، اول نقطه تاليف الفيلم، وبعدين المؤلف بيكتب الفيلم، تمام، وبعدين بيديه للمخرج، المخرج بيقرا الفيلم وبيعمل له دراسه جدول، تمام، من حته التكلفه ومن حته الاماكن اللي احنا هنصور فيها وكلها. وبعدها المخرج بيدور على شركه انتاج. انا بقول لك الفيلم ممكن يخش فيه ثلاث شركات انتاج. انا بقول لك الفيلم ده اعلى فيلم اصلا دفع فيه ارقام قياسيه، هو فيلم كيرة والجن 100,000 جنيه، تمام. 100,000 جنيه ده 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه. متخيل الرقم عامل ازاي؟ 100 مليون جنيه، تمام. فبعدها شركة الانتاج بتدرس الفيلم وتمام، يبدأ بقى المخرج بيدور على الممثلين اللي هتمثل في الفيلم. فيا جدعان الموضوع مش في ايد الممثل، الموضوع في ايد المخرج، تمام. وعايز اقول لك انا حاجة، في افلام لاحمد مكي فشلت اصلا مش نجحت. فالموضوع يا جدعان رغم ان هو ممثل جامد بس طبيعي اي ممثل. وفي نقطة هنا لازم انت تخلي بالك منها، لازم طقم الفيلم كله ممثلين ومخرجين ومنتجين كله لازم يكون بيكمل بعض. انا شايف الموضوع انا من وجهة نظري عامل زي شفت الموتور العربية. شايف الموتور العربية ده فيه مليون قطعة، لو انت شلت قطعة منها الموتور ده مستحيل ان هو يشتغل، مستحيل ان هو يشتغل، تمام. لازم كله يكون بيكمل بعضه عشان الفيلم يطلع باحسن نتيجة ممكن. وبس كده يا ابن خالتي، انا خلصت كده الرياكت بتاعي الجميل، يا رب يكون الرياكت عجبك. وقول لنا بقلب الكومنتات انت رايك في قلب الرياكت ايه، ونفسك ايه الشخصيه اللي احنا نتكلم عليها ونعمل لها كده دراسه جدوى كده ونشوف الموضوع بقى الممثل ده نجح ازاي، فشل ازاي، الناس بقت سهرت، كل الكلام ده كله يا باشا هتلاقيه ان شاء الله في القناه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله تعالى. بس انا مستني حضرتك بقى تعمل لايك كده حلو لو انت اول مره تشوفنا باذن الله، تعمل اشتراك جميل كده وفعل زر الجرس اهم حاجه عشان اول ما ننزل اي رياكت جديد يجي لك انت يا بطل باذن الله. وخليك فاكر يا ابن خالتي ان التباع بيقدم محتوى فاخر من الاخر. سلام يا ابن خالتي.